يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم ده مليان حاجات الواحد لو ما شافهاش بعينه مش هيصدق إنها موجودة. من أول مدافن النار في الهند اللي الموت فيها بيبقى قدام عينك في وسط الشارع، لحد ناس قلوبها ميتة وبتاكل حلزون كأنه وجبة عادية. ومش بس كده، هوريك كابوس حقيقي، حشرة ب100 رجل وسمها كفيل ينهي حياة إنسان. وفي الآخر هنوصل لجبال الهيمالايا عشان نشوف المية اللي بتخرج من قلب الجبل والناس بتغسل فيها ذنوبها. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي مش هيتكرر تاني. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب المدافن اللي موجودة في العالم واللي بيسموها مدافن النار، ودي موجودة في الهند. أي حد بيموت مش بيدفن في الأرض زي ما بيحصل عندنا. في الهند يا سيدي بياخدوا الميت ويحطوه على النار لحد ما يتصفى بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. والسبب في اللي بيعملوه ده إنهم بيعتقدوا إن النار هي اللي بتطهر الروح وبتخلصها من خطايا الجسد، وعشان الروح تتحرر وتنتقل للعالم التاني لازم الجسد يتحول لرماد ويرجع لعناصره الطبيعية. وغالبا بيرموا الرماد ده بعد كده في نهر الجانج اللي بيعتبروه نهر مقدس عندهم. سيبك بقى من المدافن وتعال نشوف أكلة الحلزون. لو انت بقى فاكر ان الاكل فراخ ولحمه وبس، يبقى لازم تشوف الحلزون اللي قلب العالم ده. والاكله دي يا سيدي مش حارمه حد منها، هتلاقيها في اوروبا وهتلاقيها في افريقيا، يعني عالميه يا حلزون. والحلزون ده اللي كان اخره يتمشى قدامنا في الميه، الناس دلوقتي بقت تصطاده وتعمل عليه هجوم وبتاكله عادي جدا. والغريب كمان ان في منه رطب وانواع. وعشان تبقى عارف بقى، السر في اكل الحلزون مش بس الفضول، ده طلع كنز بروتين وماشي على الارض. الحلزون مليان معادن زي الحديد والمغنيسيوم وأوميجا 3، والأهم من ده كله إنه خفيف جدا على المعدة ومفهوش دهون تقريبا، وعشان كده في دول كتير بيعتبروه طبق دلع وغالي جدا. وكمان بيقولوا إنه بيساعد في نضارة البشرة، يعني أكلة ومسكن في نفس الوقت. سيبك بقى من أكلة الحلزون وركز معايا وتعال نشوف معابد الهيمالايا. لو انت بقى فاكر انك شفت كل معابد العالم، يبقى لازم تشوف أغرب معبد في جبال الهيمالايا. المعبد ده يا سيدي عبارة عن جدار فيه 108 حنفية وبيطلعوا مية من قلب الجبل. والغريب بقى إن الناس بتقول إن المية اللي بتخرج دي مية مقدسة، فبيعدوا تحتيها زي ما انتوا شايفين كده. والمعلومة هنا إن رقم 108 في الديانات اللي هناك زي الهندوسية والبوذية مش مجرد رقم عادي، ده رقم مقدس جدا وبيمثل الكون بكل تفاصيله. والمكان ده تحديدا اسمه معبد موكتيناث، وارتفاعه بيوصل لأكتر من 3700 متر فوق سطح البحر. يعني اللي بيروح هناك مش بس بيدور على تطهير الروح، ده كمان بيختبر قوة تحمله في البرد الشديد ونقص الأكسجين عشان يوصل للمية دي. سيبك بقى من المعابد وتعالى أوريك أغرب حشرة في العالم. لو انت بقى بتخاف من الحشرات، فتعال اوريك الكابوس اللي معانا النهاردة واللي هيربي الخوف في قلبك. طبعا كلكم عارفين الحشرة اللي بيسموها أم 44، بس الحشرة اللي معانا النهاردة تختلف تماما علشان عندها رجلين كتير جدا، ممكن تعدي ال100 رجل في الحشرة الواحدة. أيوة يا سيدي، واللي هيجننك هنا بقى إن الحشرة دي اسمها African Giant Millipede أو الألفية الإفريقية، والاسم ده جاي من عدد أرجلها المرعب اللي بيخلي حركتها سريعة وغدارة. والسر في الحشرة دي إن الأرجل الكتير مش بس للمشي، دي بتستخدمها عشان تحاصر بيها الفريسة وتكتفها تماما. سيبك بقى من الحشرات وتعال نشوف تقطيع الأشجار. لو انت بقى فاكر ان تقطيع الاشجار حاجة سهلة، فتعال شوف اللي بيحصل في الهند. الموضوع هناك حرفيا مهنة الموت، لان الاشجار عندهم اطوالها مرعبة، زي شجر جوز الهند اللي بيوصل طوله ل30 متر. والمفاجأة بقى ان العمال دول بيتعاملوا مع الارتفاعات دي وكأنهم ماشيين على الارض، وبيطلعوا الشجر ده ومن غير اي وسائل امان تذكر. والسبب في كل ده إن الهند بتنتج أكتر من 15 مليار ثمرة جوز هند في السنة، وعشان كده لازم الأشجار دي تتنظف وتتقطع باستمرار عشان ما تقعش على الناس. سيبك بقى من الأشجار وتعال نشوف غزل البنات. تعال بقى أحكي لك حكاية أكتر حاجة بيحبها الأطفال وموجودة معانا من زمان جدا. الحكاية بدأت من أكتر من 125 سنة، وتحديداً في سنة 1897 لما ظهرت للنور لأول مرة غزل البنات. بس الغريب والمضحك في القصة دي إن اللي اخترع الماكينة اللي بتعملها كان دكتور سنان. أيوة، ما تستغربش، الراجل اللي بيعالج السنان هو اللي اخترع أكتر حاجة بتسوسها. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات اللي موجودة في دول آسيا زي الصين واليابان وكمان أندونيسيا. الناس بتاكل الضفادع،
أيوة يا سيدي، بيصطادوا الضفادع وبياكلوها. تخيل اللي انت بتضربه بالشبشب في ناس تانية بتاكله. وعلى فكرة بقى، هم بياكلوها هناك مش مجرد غاويين قرف وخلاص، ده الموضوع عندهم له أصول. هم بيعتبروا لحم الضفادع ده بديل صحي جدا للفراخ، وبيهربوا بيه من الدهون والكوليسترول اللي موجود في اللحوم التانية. ده غير انهم مقتنعين ان فيها فيتامينات بتقوي المناعة وبتعالج أمراض كتير، وعشان كده بقت طبق أساسي ومشهور جدا في الثقافة بتاعتهم. سيبك بقى من الأكلات اللي بتسد الشرايين، وتعال نشوف الحشرات الغدارة. تعال بقى أوريك الحشرة المجنونة اللي قررت تعيش جوه ودن الإنسان. أيوة يا سيدي، ده اللي حصل مع الناس دي وعملت رعب حقيقي. الحشرات بتدخل الودن وبتبلطج جوه لدرجة إنها بتعشش كمان. وخد المعلومة بقى، الحشرات دي مش بتدخل ودنك عشان غاوية مشاكل معاك، هي كل الحكاية إنها بتدور على مكان ضلمة وليحته تجذبها. وعشان كده الدكاترة دايما بيحضروا إنك لو حسيت بحاجة دخلت ودنك، اوعى تحاول تطلعها بآلة حادة أو قطنة، لأنك كده بتخليها تخاف وتدخل لجوه أكتر. الحل السليم هو نقطة زيت زيتون تخليها تطلع لوحدها أو تموت مكانها لحد ما تروح للدكتور. سيبك بقى من الحشرات وتعال نشوف تقاليد الشيشان. عمرك بقى شفت المنظر ده قبل كده؟ اللي قدامك دي رقصة الذكر في دولة الشيشان، وطبعا انت فاكرها مجرد رقصة غريبة، بس الحقيقة إن ده طقس ديني وتقاليد محفورة في تاريخهم من زمان جدا. وخد اللي هيصدمك بقى، الحركة الدائرية دي اسمها الحضرة، والهدف منها الوصول لدرجة عالية من الصفاء الروحي. هم بيلفوا ورا بعض بسرعة بتزيد بالتدريج عشان ينسوا العالم ويركزوا في الذكر بس. واللف ده بيرمز إن كل حاجة في الكون بتلف وتسبح، من أول الكواكب لحد الذرة. سيبك بقى من التقاليد وتعال نشوف الاختراع اللي هيخلصنا من وجع الحقن. تعال بقى أوريك الجهاز اللي هيريحك من وجع الحقنة ويريح الممرض معاك. الجهاز اللي قدامك ده بيشتغل بالأشعة تحت الحمراء وبيكشف الشرايين بكل بساطة. هيركبوا الإبرة من غير مجهود ومش هيقعدوا يغزغزوا فيك زي الأول يعني. وخد المفاجأة دي، الجهاز ده اسمه فاين فيور، وبيعتمد على الأشعة تحت الحمراء اللي بتمتصها مادة الهيموجلوبين في دمك، فتعكس صورة عروقك فوراً على جلدك. يعني الممرض بيبقى شايف خريطة دمك لايف قدامه زي ما يكون كاشفها بمغناطيس. والحلو فيه إنه بيحمي الأطفال والناس اللي عروقها ضعيفة من كتر الشكشكة والوجع اللي ملوش لازمة. سيبك بقى من الحقن وتعال نشوف العمليات اللي بتوسع الشرايين. كلنا بنسمع عن عمليات القسطرة أو العمليات اللي بيوسعوا فيها الشرايين عشان الدم يمشي في العروق. والعمليات دي يا سيدي بيعملوها بالشكل اللي انت شايفه ده. والجهاز ده اسمه الدعامة أو ستنت، وهي عبارة عن شبكة معدنية صغيرة جدا بتدخل وهي مقفولة، ولما بتوصل لمكان الانسداد بتتفتح عشان تسند جدال الشريان وتمنعه انه يقفل تاني. الفكرة كلها انها بتشتغل زي شماعة بتمسك الشريان من جوه وتخليه مفتوح طول العمر، وده اللي بيحمي القلب من الجلطات وبيخلي الدورة الدموية ترجع طبيعية في دقايق ومن غير جراحة. سيبك بقى من العمليات وتعال أوريك طيور الليل المرعبة. تعال بقى أوريك طائر الليل اللي هيغير فكرتك تماماً عن البومة. اللي قدامك ده طائر البومة، ملك الهدوء والغموض. البومة يا سيدي عندها ميزة مش موجودة عند أي طائر تاني، وهي إنها بتقدر تلف رقبتها 270 درجة كاملة، يعني تقدر تشوف اللي وراها من غير ما تحرك جسمها شعرة واحدة، وده لأن عينيها ثابتة في مكانها وما بتتحركش، فربنا عوضها بالرقبة المرنة دي عشان تلمح فريستها في ثانية. وكمان عندها ريش كاتم للصوت بيخليها تطير فوق دماغك ومن غير ما تسمع لها نفس. وبس كده يا سيدي، وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك العجايب دي ما تنساش اللايك المتين وقولي في التعليقات ايه اكتر حاجة صدمتك، واشوفكوا على خير في فيديو جديد